نكمل حوارنا. سمير مرحبا، حياك الله واسف عن التاخير يا سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء امسي عليكم وامسي على كل طاقم القناه الرياضيه، وعلى فكره اتابعكم الحين انا اتصل على البرنامج وما اتابع التلفزيون، بس حب النصر وحب العالمي يقدرنا اني اشارك معاكم حتى لو ما اتابع. الله يسلمك يا سمير ان شاء الله. سمير تفضل تطرح لنا رايك حول مباراه اليوم. انا باقول اول قصيده وبعدين اقول رايي. طيب سمير، انت تكلمنا الان من وين يا سمير؟ انا اكلمك الحين من الملز وانا ماشي بالخط بالسياره. انت من اليمن يا سمير؟ انا من اليمن بس الحين حاليا بالرياض. طيب يعطيك العافيه، تفضل يا سمير. اقول من ارض بلقيس الى ارض العرب الوان، احمل تحيه وفاء للنصر والجمهور، واحمل بكفي زهور الفل والريحان، وابثها في طريق النصر وانا مسرور، يا اصفر اللون سجلت للكره عنوان في كل ميدان، وشمسك مشرقه بالنور، يلاعبك الخصم ويعلم انه خسران، محلق الراس ونص جسمه اليمين مكسور، ما يعلم انك فارس اللعب في الميدان، وانك ملقب بشمس الكون والاسطور. يعطيك العافيه، صح لسانك يا سمير. سمعكم كذا كم بيت ثاني لعيون النصر ما والله يا سمير انا ودنا، بس لنا متصلين كثير يا سمير وانه اخذنا رايك، بس بنعرف رايك عن مباراه اليوم. رايي اتمنى اليوم من المدرب ماترونا ان ينزل ريتشي من اول المباراه، وان شاء الله راح نفوز على الاهلي، وراح صحهم راح يتقدموا بهدف، بس راح تنتهي المباراه 2-1 لصالح النصر ان شاء الله. سمير تعجبني ذيك نشوتك هذا يعني، وما شاء الله متفائل كثير، لكن عطني رقم معين لمباراه اليوم تتوقعه. راح يفوز النصر 2 والاهلي راح يسجل هدف والنصر يسجل هدفين ان شاء الله. هذا تمني ولا توقع يا سمير؟ لا لعلمك على فكره والله العظيم انا اتمنى ان اليوم تكون نصراويه، واشكركم بالقناه الرياضيه انكم جبتوا ساعه مع العالميه وساعه مع النصر من كل بلدان العالم، ما هي غريبه على القناه الرياضيه. اتمنى من القناه الرياضيه دائما تدعم نادي النصر، لان نادي النصر يمثل العرب كلها. سمير القناه الرياضيه تدعم جميع الانديه السعوديه من خلال هالبرنامج وجميع برامج القناه الرياضيه السعوديه. ما هي غريبه على القناه الرياضيه السعوديه، وان شاء الله اليوم راح ناكل الاهلاويين اكل، واذا فاز الاهلي كمان الاهلي فريق كبير يستاهل بالتاكيد، كل الفريقين يستاهلون يا سمير. كل الشعب اليمني للأمة النصراوية بجميع الكرة الأرضية بأنحاء العالم. شكرا لك يا سمير، الله يعطيك الف عافية على اتصالك. اتمنى الكل يكونوا متحمسين زي صراحة. مثل عبد الرحمن عندك انت، اشوفك مبسوط مع القصيدة اللي يقولها سمير. يا اخي بلا شك يعني هذا يعني يقول يمني ونصراوي، هذا يدل على جماهيرية النصر في أنحاء المناطق العربية، الدول المجاورة.